عن فريق الجيش، فريق بإمكانيات كبيرة جدا يواجه فريق الشحانية، فريق الشحانية اللي تنتظر مشاركة في دوري الدرجة الثانية أو في دوري الرديف كما يسمى، لكن صعب جدا أن تقارن الفريقين، الشحانية بأسماء والجيش بأسماء، لكن هناك عامل وهناك منطق وعقل. للجيش سجل و10 للأزرق و10 للشحانية أيضا سجل. كرة ملعوبة الآن لمصلحة الجيش، فرصة التقدم وتسجيل هدف ثاني. ممكن الآن إلى خارج أرضية الملعب، وقبلها خطأ لمصلحة الجيش، خطأ يلعب بشكل سريع، منقل الكرة مع الجهة اليمنى الآن، فرصة التقدم، الخيارات المتاحة قوية. الله، هذه بتلك يا لوبيز، هذه المرة من الكوري، من سيو كوكو. يا عيني على 15 دقيقة سريعة من البداية، 3 أهداف من البداية حلوة، 3 أهداف من البداية جميلة. شوف الكوري وضعها، شوف الكوري الأيمن. نايف يمرر الكرة أمامية عند الدوكالي يسيطر على الكرة، يمررها، فاصل مهاري جميل من واغنر، ينقل الكرة إلى الجهة اليمنى من جديد عند نايف الخاطر. شوف الفريق الجيش اللي يخلق المساحات بالتمريرات. يا عيني، واغنر من جديد داخل منطقة الجزاء، تخرج الكرة مع الجهة اليسرى. يا عيني على الدوكالي، يتقدم الآن، بيحاول التلاعب من 2 ونايف الخاطر بالعرضية الكرة بعد ذلك في 45 دقيقة الأولى من شوط المباراة الأول. شوف التمريرة مرة أخرى، لمحة ولقطة وفاصل جميل جدا في صناعة الكرة. شوف الدوكالي مرة أخرى في صناعة الكرة، شوف الدوكالي مرة أخرى في صناعة الكرة، شوف الدوكالي مرة أخرى. يا عيني على اللقطة الماضية، والدوكالي اللي مع اللمحة الماضية أعاد ذكريات من البرنس الليبي طارق التايب. كرة ملعوبة في المنتصف، الآن اليسرى الآن أمامية، واحدة الثانية جميلة. شوف النقلات السريعة، ماهر يتقدم، ماهر يسجل عند الجيش، لكن الجيش لا يزال يسيطر ويهدد من جميع النواحي، مع واغنر يهدد، وكرة ملعوبة ما فيها تسلل. وجمال العمودي في الإرسالية. ونادي قطر 5 أندية في هذه المجموعة، وهي يا الله 5 أندية في هذه المجموعة، وهي يا الله الدوكالي شهيته مفتوحة. الدوكالي مزاجه عالي في لمحات وفواصل مهارية جميلة جدا. هذه حلاوة وعديات مبكرة بمهارات لنادي الجيش من الدوكالي تحديدا. كرة تصل